الحركه ديال المساعده ديال الناس في الفتره ديال الحجر الصحي الشامل في الفتره ديال كورونا، اقسم بالله هنا لو يداروا عليها افلام، خلينا من المسلسلات ديال التعويض، لو يداروا عليها افلام اقسم لكم بالله لا يضرب بها المثل امام العالم. ها اللي ينفع به الله عز وجل الناس. تخيل معايا لو كان عندنا الفكر الفرداني، الانديفيدواليزم، تنفكر في راسي وتتبان لي باللي لاش غنقسم معاك 2 كيلو ديال الدقيق اللي عندي، وانا اليوم غنعيش بكيلو وغدا غنعيش بكيلو، الا قسمت معاك غادي نعيش اليوم بكيلو وانت غتعيش بكيلو، ولكن انا ما ضمنش غدا واش غنلقى كيلو ولا ما غنلقاش. علاش غنقسم معاك؟ اش تنفع معاك هذا كاع؟ علاش غنجلس انا نضرب تماره ونمشي وندور وجهي ورايا ونحفظ على نفسي وندق على الناس الله يجازيكم بخير واش ممكن تساعدونا؟ راه واحد الارمله هنا وشي ايتام الهجي وشي ناس ما لاقين ما ياكلوا، واحد السيد جلس من الخدمه، غادي نجلس وغنشوف فيه ونقول له اكتفوا هذاك الدوق السخط انا ما نقول عليه، يمشي يدبر على راسو. فين يدبر على راسو؟ ما كاينش فين. لا هو كان فين؟ راه كان خدام داك السيد، راه عمرو ما دلل نفسه قدامك، كان عارف راسو هذاك السيد. لكن الفكر الفرداني هو هذا. وتخيل معايا بلاد 60 حتى 70% ديالها عباد الله عايشه في قطاع غير مهيكل وعايشين فكر فرداني ما فيهش ريحه تطوع. يعني 70% ديال البلاد ما لاقيه ما تاكل، زعما هما راحوا جالسين في ديورهم. كره هاد الجلسه انا نقول لك، كره هاد الجلسه هذه اللي حنا جالسين دابا والله ما نجلسوها. الله اعلم من الحاله ديال البلاد كيفاش غادا تكون. راه بنادم ممكن تمسو في اي حاجه، لكن ملي كتوصل ليه الامور اللي كتهدد ليه حياته راه ما كيبقى يعرف لا هذا ولا هذاك. بفضل الله عز وجل ثم بفضل هادشي ديال العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعيه في باب يعني العطاء والسخاء وكذا، هذه الامور هذه هي اللي خلاتنا الحمد لله. انا عطيتكم مثال واحد في هذه المرحله هذه اللي دوزناها في المرحله ديال الكوفيد، والى تاريخ الاسلام بعد على الاقل نمشي نهضر تاريخ الاسلام. تاريخ الاسلام حافل بمثل هذه النماذج. انا ملي كنجيو نشوفوا بعد التطوع، شنو هي بعد التطوع؟ تطوع على وزن تفعل، كتنفل، وهو تكلف فعل الخير. شي حاجه اللي هي ماشي اجباريه وماشي فيك، انما تتكلفها، تجاهد نفسك باش ديرها، تتكلفها. لاش؟ بنيه التقرب الى الله عز وجل من خلال مساعدتك للاخرين. هذا هو التطوع. بعدا هل ورد التطوع مثلا في ديننا؟ اللي كنقولوا هل ورد التطوع في ديننا، كنقصد هل ورد في النص الذي يؤصل ويؤسس لديننا اللي هو القرآن الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غنجيو غادي نلقاو ان القرآن مثلا على مستوى العبادات قال لنا سيدنا ربي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه وحده. غنلقاو مثلا في الآيات ديال هذه في العمرة وفي الحج، غادي نلقاو مثلا هذه في آيات ديال الصيام. الله عز وجل يقول ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نجد على مستوى التطوع لنفع الآخرين، التطوع لنفع الذات. ثم عندنا تطوع لنفع الآخرين. المفهوم ديال التطوع بزاف الناس كيشوفوه، حنا غنتكلموا إن شاء الله تعالى على القضية هذه. بزاف الناس كيشوفوا التطوع هو أن أتطوع وأتكلف فعل الخير للآخرين، في حين الإسلام تأصل أن التطوع هو تكلف فعل الخير للنفس وللآخرين. مثال الله عز وجل هو تيتكلم على الصالحين، الله يجعلنا وياكم منهم. تيقول لك انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللي كتسمع كلمه انسان محسن ديما كتفكر شي واحد تيدير الخير في الناس، يقول لك هذا محسن ما عمر ليه الدار تيدير الخير في الناس. شو سيدي ربي من ذلك باش يصحح لنا حنا المفهوم. لكنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اول حاجه، اول علامه من علامات الاحسان دابا شنو هي؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الإحسان على النفس من خلال قيام الليل. وبالأسحار هم يستغفرون. عاد باش
جات من وراها وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا قبل ما نوصلوا حنا للمفهوم ديال التطوع هو إحسان وتكلف فعل الخير للآخرين بعد تكلف فعل الخير للنفس. مثال، سؤال على خفيف، شكون اللي هنا منخرط في شي جمعية خيرية؟ بحال مثلا ينابيع خير ولا غيرها، في الحضور شكون اللي منخرط مثلا؟ بارك الله، بارك الله، خير هذا، الحمد لله. طلب الله عز وجل المرة الجاية نطرح هذا السؤال كلشي يهزيلو. بيني وبينكم الإخوة والأخوات اللي هزوا يديهم أنهم منخرطين في جمعية خيرية، ما كتوصلش عندك واحد الوقيته كتعيا، كتعيا، تصير واحد الوقيته ديك وانا مالي هذه الحالات، وخصوصا ملي كتكلف فعل الخير لشي ناس وتيردوا لك بومزو. نتكلموا بواقعيه، مثلا كتحرك وكتمشي وتكلف وتجيب وتهز وتحط وكذا، وانت كتجيب لي هذيك تدق عليه وتعطيه الكفه. واتينا قصد المره ويلا بحال راه ديك الكفه اللي عندك والله ما مدخلها على ولادي بالله. الكفه اللي داخله عندك انت راه 550 درهم، انا راه ولادي كنتقدى لهم عامل العلم وكنقول لقيت في الكارنه محمد الرشاد. او لا واحد اخر مثلا هو مثلا ليس من المستحقين على اعتبار ان انت درتي واحد الجر، وهو انت مشيتي ما كيعيش انه السيد راه ما يستاهلش، يستاهل، لكن انت بحسب داك الشيء اللي عندك، انت مثلا عندك 10000 درهم هي اللي عندك في البيدجي، غتخرج منها مثلا واحد 10000 درهم، تخرج منها مثلا واحد 200 كفه هي اللي غتقدر تخرج. فانت ملي كتبدا دير الجر كتبدا تشوف 200 اسره، هذيك 200 اسره كتبدا من الافقر فالاقل فقرا وغادي هابط ملي كتوصل ل 200 كتحبس، راه كيتبان صافي راه بقى لك غير انك تبيع باش تجيب فلوس تبيع كلوه وتالينا، فكتبقى غادي يلا توصل ل 200 تتحبس. الاخرين اللي تحت من 200 لا نشكك في نياتهم، راه ربما حتى هما من الناس اللي محتاجين، لكن راه ما عندناش بال. ملي كتوصل عنده وما كتعطيش كيقول لك اودي راه هادشي اللي كاين، راه هذا هو القدر، هذا اش يخرج فيه، نتوما يا الشفاره وانتوما يا هادي وانتوما يا هادي وانا عقلها بكم وهادشي سميتو، ويا ويلك نهار تبدل صنداله، خلي تبدل طوموبيل او لا تجيك شي بريم وتمشي تشري دار، لا الصنداله تبدلها. تكون كنتي كتلبس مثلا هذيك مكتوبه فيها باديداس، انت غير ايميتاسيون وسهل عليك الله والله علاش الصلايه ديالها اديداس، اللي قلت لكم فلوسنا ماهوش يعطيونا حنا ولا، ويبدا يكتب عليك في المنشورات. اما الا طاح في شي وحدين مثلا اللي هما راه حيت كاين ناس يكرهون العمل التطوعي وعندهم بعض المنابر الاعلاميه تحب الخوض في مثل هذا، فيما تيبان لهم شي واحد تيدير الخير تيقول لك اجي نقرضوه وتيبداو يلسنوا عليهم. راه الانسان يتعب، اقسم لكم بالله الانسان يتعب نفسيا، تيقول انا ماني على القرعه نشفي راسو، وكيبدا الضغط المجتمعي. تمشي مثلا عند الوالده ديالك وتقول لك اوليدي راه لقيتهم تيقولوا عليكم ديك الهضره، مالك انت على حالتك اوليدي، خلينا ملي بغى يدير شي حاجه وجلس انت والزوجه تقول لك اودي وانا حنا الحاله هذه راه ولاو الناس تيجيو تيدقوا علينا في الدار وكيقولوا نقول لهم عطاونا رزقنا، والدراري كيسمعوا الكلام كيكون عليك الضغط. فداك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى يا ودي ما تكتاش هادشي اللي كاين. الله يرفع قدرك، والله الا هذا الشيء ربما كاين اللي كيعيشوا في الجانب ديال التطوع. حنا غنقولوا على انواع التطوع الا طول الله العمر وتيسر لنا الوقت، راه حيت كاين العمل التطوعي مثلا المادي وكاين العمل التطوعي المعنوي. كاين العمل التطوعي المعنوي حنا غنتكلموا عليه ان شاء الله تعالى. فبنادم تيعيا منين غيجيب هذاك الزاد وديك الطاقه اللي غيقدر يصبر ويكمل بها؟ لأنه هو في الأول ملي بدا ما بداش هذا الشيء، ما دخلش في هذا الشيء ديال العمل التطوعي لأنه طامع غدا ولا بعد غدا غادي يكتسب العاطفة ديال الناس باش يقول لهم صوتوا عليا في الانتخابات، وما دارش هو هذا الشيء كاع. ولكن النصيحة لله اللي معول يديه في دماغه باغي يمشي وباغي يدير واحد الكارير مثلا في الجانب السياسي مع الأحزاب إلى آخره، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. أعطي اتساع العمل التطوعي، اما غتخسرش وجهك انت، شغلك هذا في وجهك يدبر راسو، شغلك في وجهه يدبر راسو، الا ما عنده وجه مشكلته هذيك.
لكن راه كتخسر الوجه ديال مجموعه ديال الناس غادي تجي وراك. راه كتهرس مبدا الثقه بين المسلمين. تيولوا الناس جايين كيقولوا راه بغينا نجمعوا، قالوا ما عرفناكم راه سبقوا الناس قبل منكم وكوغضونا وصيدونا وفي الاخر مشاو كلاو وشربوا بها في الاحزاب السياسيه ودخلوا بها السياسه. فبغيتي تمشي وكيبان لك انك ممكن تنفع المسلمين مثلا والمغاربه عموما من خلال مثلا المشاركه السياسيه الى اخره، سير توكل على الله اللي يقدر ينفع الناس والبلاد بشي حاجه يقضي غرض. سير المشاركه السياسيه وزاحم ودافع، لكن اعطي للعمل التطوعي اتساع. اعطي العمل التطوعي، ما ديروش هو المنطلق. سير خدم انت في السياسه ديالك، وملي عطاك الله من خلال السياسه واحد البوست اللي تقدر تسهل به الجمعيات ديال العمل التطوعي الخدمه، نفع ديك الساعه العمل التطوعي بلا ما يبان وجهك. فهذا هو اللي نوصل. فما حدش شاهد قلت لكم باش الانسان محتاج واحد الطاقه باش يزيد يكمل، لانه هو داير هذا الشيء في سبيل الله. راه واخا الانسان راه تيعيا. النبي عليه الصلاه والسلام ملي تكلم عليه الله عز وجل في القران الكريم على الامور اللي تضايقوا اللي كتضروا في خاطره كيف تنقولوا حنا. الله عز وجل ما قالش لنا في القران ان النبي عليه الصلاه والسلام تيضروا انهم ضربوه، وما قالش لنا تيضروا انهم حاربوه، وما قالش لنا تيضروا انهم ضربوه بالسيف ولا داروا ليه شيء، كله ما كانش يهم النبي عليه الصلاه والسلام. لكن قال لنا القران انه تيضروا صدره من داك الشيء اللي تيقولوا، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. قال لك فلا يحزنك قولهم. كلام الناس راه موس تيقطع. حتى انا كتقول العرب كيقول لك جرح السنان او جرح السيوف لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني الكلام شي شويه صعيب. فالانسان يحتاج ديك الطاقه، هي اللي وجهنا سيدي ربي قال لك انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هنا فين كتجي الطاقه. وبالاسحار هم يستغفرون. هنا فين كتجي الطاقه. ومن بعد وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. النبي عليه الصلاه والسلام ملي نزل عليه الله عز وجل اقرا، ومن بعد اول ما نزل عليه وراء اقرا يا ايها المدثر، شحال الخدمه تصويدي. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. منين غيجيب الطاقه هذا عليه الصلاه والسلام؟ قال لي قم، هذا قيام للعمل بالنهار، نوض تخدم. باش تجيب الطاقه خاصك واحد القيام من نوع اخر بالليل، وهي تنزل قول الله عز وجل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اذا بغيتي الطاقه لهذه الخدمه تصنع، ها منين نجيبها؟ اذا الاحسان للنفس ابتداء، ثم الاحسان بالتطوع للغير بعد ذلك، باش يقدر الانسان يكمل في هذه الطريقه. ثم المساله الاخرى وهو ان انواع التطوع. قلنا كاين عندنا ما يصطلح عليه التطوع المادي. التطوع المادي هو القضيه مثلا انني ندير القفف مثلا في فتره ديال رمضان كيحتاجوها الناس، ربما كاين اللي كيجتهد في القضيه كسوه العيد، كاين اللي تيتحرك مثلا في القضيه ديال العيد الاضحى يجمعوا يشتروا حوالي الناس، الدخول المدرسي، المحفظات مثلا والكتب وكذا الى اخره. هذا نوع تطوع مادي دخل فيه مثلا حفر الابار، الناس كتجتهد مثلا في حفر الابار. نعم تماما. القضيه مثلا ديال فك العزله على المناطق اللي كتكون مثلا في الجبال وكذا وكيكون عندهم البرد بزاف، فالناس تيجتهدوا يجمعوا لهم مثلا الاغطيه، يجمعوا الافرشه، يجمعوا. هذا تطوع مادي تحتاجه الامه، ولو تجندنا ليه بشكل فعال يكون ان شاء الله تعالى يؤتي اكله باذن الله عز وجل. ثم كان عندنا التطوع المعنوي، وانا بالنسبه لي التطوع المعنوي اول حاجه عليه ان يسبق التطوع المادي، هذه وحده. المساله الثانيه هو الذي يؤصل ويؤسس لاستمراريه التطوع المادي. كيقولوا سيدنا النوالة كيقول لك راه يعيا اللي يعطي ما يعيا اللي ياخذ. الى هذاك اللي تيعطي بغينا ان شاء الله تعالى ما يعياش. راه خاص الفكره خاصها تكون ماشي لاصقه ليه في دماغه ذهنيا، راه هو فاهم، خاص الفكره خاصها تكون لاصقه ليه في قلبه.
نجيو لواحد النوع من انواع التطوع المعنوي، وهو الاهتمام مثلا بمكتبات الحي. المكتبه ديال الحي هذا قل من ما كنقولش ما كاينش اللي كيفكر فيه، حاشا، لكن قل من يفكر فيه. واحد الفكره كانت عجبتني باقي نعقل شفتها في مراكش، والفكره كاينه في قناه اخرين، لكن انا نعقل شفتها في مراكش، وللاسف مؤخرا كنت مشيت ولقيتها ما بقاتش وضرني قلب بين قوسين. هو واحد السيد جايب واحد اللي كان عند مراكش، كاينه واحد البلاصات الجردات كيكون عاصي سيدي عبد السلام، هي الجرده الكبيره اللي كاينه الوسط، المهم فيها مجموعه مجهزه بشكل جميل جدا. المهم واحد الشاهد عندي اللي تدخل هذيك عاصي سيدي عبد السلام تلقى كنتي كتلقى فيها الداخل واحد بحال الحافله، بحال الكار، بحال الطوبيس محطوط لداخل، لكن ما فيش الكراسي لداخل، محيدين كلهم ومحطوطه هذيك كفضاء باش فيها كتوبه. فملي كتدخل مثلا انت الصباح كتمشي للجرده، حيت دابا عباد الله ولاو مليين بهاد العجبان، لكن الناس اللي باقيين شي شويه كيداويو رؤوسهم من البليه، الله يشافينا واياكم من هذه البليه هذه. تيمشي مثلا الصباح، تيكون مثلا كيمشي عندك السيد تينخرط، تياخذ ليه السميه الكنيه البيانات ديالو وتيدير ليه بحال واحد البطاقه كتخول ليه شنو انه يجي ويمشي عندك السيد اللي هو مكلف بها وتيقتني كتاب من على حسب الكتب اللي غير طوبيس، يعني راه ماشي المكتبه الوطنيه ديال الملكيه ديال الوطن، راه غير الطوبيس، لكن حط فيها من كل قطر نغم. مثلا في المسائل مثلا ديال الروايات البوليسيه حط لك واحد العدد، حط كذا حط كذا، وفاتح باب التطوع اللي عنده شي كتيب في البيت وبغى ينفع به الناس يجي يحطو في هذيك المكتبه. فكيجي مثلا مع المرات وليد صغير كيكون ما ساكنش مراكش، ما منخرجش، هي بدا يستمى من ديك الجره ديك الصباح، تيديرها تيمشي عنده كيولي عمي عندك كيقول ليه واخا شوف شنو الكتيب اللي بغيتي انت، تيعطيك هذاك الكتيب، تيمشي الوليد تيجلس تما مجهز هذاك، حيت كاين شي فضاءات عندنا هنا المهم ما عليك وبان الناس بارك ما طلعش دابا القضيه ديال فكياخذ ميتو تيمشي تيلقى كريسي تيجلس في الجريده تيقرا هذاك الوليد، يقرا نص ساعه يقرا، كيقول لك انا عندي الرباح شتي هذاك الوليد الا خليته لمده نصف ساعه ما تخشاش في التليفون وقرا شي حاجه انا عندي رباح. وملي الوليد كيبدا يذوق الحلاوه ديال انك تقرا تيتبنى ومزينها بليها، كيولي لغد الصباح الدري الصغير بغا يخرج من دارو فين غادي يطير للجرده بعد الفضاء، ما غادي لا لصال الجو يتعلم فيه الحشيش، ما غادي يمشي يضيع وقته في راس الدرب، غادي للجرده هذه بعدا وحده الحديقه، وديك الحديقه راه غادي يمشي يقرا. فهذا نوع من انواع الوقف، عفوا نوع من انواع التطوع المعنوي. نجتهد مثلا انه مثلا المقر ديال شي مؤسسه ولا ديال شي جمعيه ولا هذا نجتهدوا انه يتقاد، كاينين الناس اللي ممكن مستعدين انهم ينفقوا مثلا، لكن المشكل فين عندنا خاص الوقف او التطوع المعنوي خاصو يوضح في اذهان الناس. نعطيكم مثال، مثلا القضيه ديال التطوع من اجل اعلام صالح مصلح. الغريب هو ان وما تقلقوش عليه، شرح بالله ما يخناس، كلامي واضح، ماشي اللي لا باش نكونوا صريحين مع بعضينا. عباد الله دائما تتشكى من الدراما ديالنا، المسلسلات الافلام وحتى من البرامج، وخصوصا عباد الله تتشكى كتقول لك اودي رمضان شهر الطاعه شهر العباده، هما تيديروا لنا شي مسلسلات وشي افلام وداك الشيء ما هواش الى اخره. مزيان، واخا تقول لي وريني شي واحد اللي عاجبو داك الشيء، اغلبيه تلقاهم حاطين كيقول لك داك الشيء ما هواش وخايب وكذا الى اخره. مزيان، تتلقى المسلسل تتحط الحلقه ديالو اليوم مع 11 الليل في يوتيوب، الغد الليل مع 11 الليل 24 ساعه تتلقى وصل 2 مليون ديال المشاهدات. ويلي انا 2 مليون باش نتفاهموا، مسلسل مغربي الدارجه المغربيه ديالنا حنا ما تيفهموها غير المغاربه وشويه خوتنا الجزائر وشي تشاش خوتنا في تونس، لكن عموما هاد الثلاثه هادو هما اللي تيفهموا اللغه ديال بعضياتهم. ما نظنش
واش خوتنا الجزائريين مسالين جالسين يتفرجوا في مسلسلات انت هما راه عندهم الهم ديالهم واش هما كيتفرجوا فيه، والتوانسه خلاص دوك راه فايتينا باشواط الفيلم ديال المسخ. ان الصالحين منهم وكنعرفوا منهم تبارك الله اهل الخير والفضل. الخليج ما كيفهموناش اش تنقولوا نهائيا، يعني ما كيتفرجوش في مسلسلاتنا. الشام خلاص ملي كيشوفونا كندويو كيصحبونا انا كنضربوا حنا راه كندويو مع بعضياتنا انت فينا راه كيدوي معاه راك عارف الشاميين عليهم شي شويه يحلوا. اذا شكون اللي كيتفرج فيه؟ شكون هما دوك 2 مليون اللي ضربات فيك 24 ساعه؟ طيب الا كانوا ديالنا السؤال شكون هما اللي كانوا كينقروا على هذاك المسلسلات والافلام كيقول لك لا هادشي ما هواش. اذا عندنا شي حاجه ما هي تصدق، كاينه شي حاجه ما مقداش، شي بولون خصو يتزير في شي بلاصه. هذاك البولون هو اللي قلت لك خص كل ما يتعلق بالتطوع المعنوي يجب ان تضبط معاييره في اذهان الناس. اذا داكشي علاش ملي بعض المرات كتوصي الناس كتقول لهم اودي مثلا راه كاين واحد الجمعيه مثلا بغات تحرك في واحد النوع ديال العمل التطوعي، شنو هو؟ وهو انتاج اعلام بديل يرقى بالمستوى الثقافي لعموم الناس. ما كيعنيش انهم عندهم القدره انهم يديروا انتاج مثلا وينتجوا مثلا فيلم بحال صقر قريش او الرساله او العمر المختار ولا كذا، ما كاينش خاصك المضاير. انا كنهضروا على المضاير ماشي كنهضروا على الملايين، كنهضروا على المضاير ما عندهمش هادشي. لكن على الاقل ممكن انهم ينتجوا لك مثلا برنامج رمضاني يحترم الحد الادنى من خصوصيات مثلا المغاربه، لا من حيث الدين لا من حيث الحياه لا من حيث الاخلاق لا من حيث العلاقات الاجتماعيه. فملي كتقول لي مثلا هذوك الشباب في ديك الجمعيه راه باغيين يتحركوا في هذا الباب هذا، مثلا باغيين يجيبوا واحد طبيبه ديال العيون والطبيبه مثلا نفسانيه وباغيين يجيبوا ويتكلموا للمراه على الصحه ديالها. ولكن باش يصوروا هذه المساله هذه هذوك الشباب راه محتاجين ماتيريال، محتاجين كاميرات، محتاجين الصوت، محتاجين مثلا واحد المقر يكون عندهم فيه استوديو الى اخره، ومحتاجين ناس اللي يتطوعوا ويتبرعوا لنا باموال باش نصيبوا هذه القضيه هذه. باقا ما كتبانش لي فين هي في سبيل الله في المقطع هذا. وفي سبيل الله عنده فداك التطوع المادي اللي هضرنا عليه، تبني جامع، تحفر به، دير كفه، تشري لهم شكاره، هو تيبان ليه تيشوفها، تيبان ليه التطوع المادي كيقول عطيت فلوسي هنا اذا صافي راه بانت ليا. لكن ان مثلا كتقول لي محتاجين جامع الحاج، من عاده كيبني الجامع كيقول حاجه شنو معنا كيقول لك محتاجين جامع الحاج، تيقول لك مرحبا، تقول لي راه الجامع ولا جامع كبير وكذا الى اخره. مزيان، راه كاينين الناس، راه قلت لكم المبدا ديال في سبيل الله هو اللي مخلي ان بزاف الحوايج ما كيبانوش في العالم، الناس كديرها بالستره. راه كاين اللي كيبني جامع بمليار ونص، مليار ونص، راه ماشي مشكل في الميكرو، راك سمعتيني مزيان، مليار ونص كيبنيها واحد ما عندوش مشكل. لكن تقول لي راه هذه الجمعيه محتاجه مثلا الماتيريال ديال الكاميرات باش دير مثلا اشرطه وثائقيه وبرامج دعويه ومسائل نسائيه وتوري مثلا المراه اش دير والراجل اش يدير والامور باش تمشي تربيه الاولاد الى اخره، وكتقول لي هادشي كله الى طار غيتقام بواحد ما بين 25 30 مليون مثلا ديال السنتين، وراه الجامع بانيه بمليار ونص. ما تتبانش لي فين هي في سبيل الله في هذا اللقطه هذه. هو كيتخيل راه مشيتي شريتي كاميرا واش غتصور بها العكس ديال خالتك، ما فهمش القوه ديال الاعلام في زماننا هذا. كتقول لي الحاج راه ممكن تبني 20 جامع بمليار ونص، يعني تحط فيهم 30 مليار، وكل جامع اللهم بارك يدردك فيه العود، دار فيه التبوريضه ويعيا العود وما يوصلش للطرف ديالو. لكن الا خليتي الاعلام يفسد فيه من يفسد، راه غنضربوا 20 سنه راه ما غنبقاوش نلقاو شاب واحد داخل دوك الجوامع اللي بانهم تبع ب 30 مليار. راه غيخدموا لهم في دماغهم، غيولي عندك الالحاد والشذوذ الجنسي كنسيتي شي. حنا دابا وليداتنا اللي مسلمين وملي كيجي رمضان تيدخلوا يصليو وباقيين مضاربين معاهم غير باش يحبسوا الكارو ويحبسوا الحشيش ويحبسوا التصاحيب ويحبسوا الموسيقى الماجنه ويحبسوا الغناء ويحبسوا هادو اللي تيصليو مؤمنين بالله، وفي التراويح تيبكيو تيتنخصوا لانهم عارفين راسهم غالطين. لكن الاغراق والانزال الاعلامي الفاسد كيجرهم لك الجافه. طيب اذا ما لقيناش شويه المدافعه الاعلاميه من خلال هذا التطوع المعنوي كنديروا له. بعض المرات راه وكاين عندنا اشكال اخر،
هذا من الامور اللي عموم الناس ربما ما تتعجبهمش، لكن اللي مقتنع به تمور. كتقول لها ودي المؤسسه مثلا، المؤسسه الحكوميه اللي عندكم مثلا، المدرسه تبع الدوله عندكم مثلا في الحي، كتقول واش عمركم فكرتوا شي نهار انكم تجهزوا لها المكتبه ديالها والجامع ديالها؟ تقول لك انا صرفنا على الدوله، قلت لها دروسهم اللي بغى شي حاجه يمشي يحط فيها فلوس. اي راه فهمت اش اللي راه كاينه ميزانيه وكاينه كذا. انا ما كنناقش معاك اشنو خاصو يدير المسؤول على ديك المدرسه، هذاك خدمته هو، الا دارها راه غير ادى الواجب اللي عليه داك الخلاص اللي تيتخلص، والا راه تيكون الحرام. انا كندوي معاك اشنو درتي انت في الامكانيه ديالك انت. راه نهار كيبقاو تحبس شي شويه الداع على بعض المؤسسات الحكوميه اللي طرات عندنا الدار البيضاء، الى يومنا هذا وصلنا على الاقل شي 5 ديال المدارس اللي رابوا وناضت في بلاصتهم حاجه اخرى. في الحي اللي ساكن فيه انا راه تم هدم ثانويه اعداديه وناض بلاصتها امور تابعه لواحد المستشفى ديال القطاع الخاص. مدرسه تردمات ثانويه اعداديه كان فيها كم هائل من بنات المغاربه تيقراو تما، رابت هذيك المدرسه ودارت فيها اقامه. وثلاثه المدارس اخرين هادو اللي وصلوا الى حدود علمي ومخافيه اعظم، بمعنى انه لو بقينا نتسناو تيديروا الاخرين اش تيوقع؟ توصل واحد الوقيته كيقول لك ودي ما بقاش عندنا الميزانيه باش نتكلفوا بديك المؤسسه، واصلا الناس ديال هذاك البلاصه مثلا ولاو كيهزوا وليداتهم تيقريوهم مثلا في القطاع الخاص، اذا ولات كتقام علينا حنايا بالغلاء، وفي حين انه المردوديه ديالها ما كايناش. اش غادي نديروا؟ غادي تحيد هذيك المدرسه، وهي المدرسه حيدات. منين باقي غادي نجيب هذوك الدراري فين باقي نديرهم؟ عطيتك غير مثال، وقس على ذلك مثلا المساجد ديالنا تلقى مسجد كبير تبارك الله، لكن اكبر حاجه فيه واهم حاجه فيه شنو هي؟ قاعه الصلاه. قاعه الصلاه مهمه وضروريه، سمي مسجدا لان الناس يسجدون فيه. قاعه الصلاه ضروريه، لكن شكون اللي فينا فكر انه ملي تبنى المسجد نجلسوا مثلا مع ذاك المهندس المعماري اللي كيخطط مثلا البلان التصميم وتقول ليه اقتطع علينا واحد الجزء دير فيه مكتبه الحي. ما يمكنش تخيل دراري غيدخلوا المكتبه اللي تابعه للمسجد وغيدخل فيهم شي واحد يقول شي كلمه خايبه، او لا وحده عزكم الله غدير مع صاحبها تما، في حين انه مشى يبريباريو في القهوه راه غادي دير معاه في القهوه، لكن تما غادي يدخل غيقرا، ما يقدرش يدير شي حاجه اخرى، لان الهيبه ديال المكان تفرض عليه ان يحترم ذلك المكان، فكيولي التركيز ديالو 100% على الدراسه. الوقف او التطوع المعنوي مثلا، ان يتطوع مثلا استاذ مدرس في واحد الحي يعطي واحد ساعتين في المدرسه لوليدات الشعب في الحي اللي عنده هو بحسب التخصص ديالو هو. شوف التخصص ديالك شنو هو، وقضي غرض هي ساعتين في المدرسه. ويشوف مثلا هنا مثلا ممكن تحرك المؤسسه، يعني راجل جامع الدراري عنده في الدار ربما تقدر تطرح ليه هو مشكل، ممكن لان خصنا نعرفوا اليسار احنا مسيرنا قانون، خصك تحترم راسك شي شويه. لكن الجمعيه مثلا، لا كاينه شي جمعيه في الحي هنا مثلا الجمعيه ممكن تحرك وتشوف شكون هما الاساتذه مثلا اللي عندها اما تابعين لها خدمه الخارطين معها او لا اساتذه في ذاك الحي. الله يجازيك بخير، شنو هو النهار في الاسبوع اللي تقدر تعطينا فيه ساعتين تدرس لنا فيه مثلا وليدات المستوى الفلاني تطوعا، وهي مثلا الاخرى سيركوا يشرب مع راساتهم ما كاينش شي حاجه، ونحركوا شي شويه هذه المساله ديال المبدا ديال اللي يصبر عليه التكافل الاجتماعي من خلال تطوع الناس في الاتجاه المعنوي. هذا راه كان النبي عليه الصلاه والسلام راه يحضنا عليه. الحديث انتم تعرفونه وتحفظونه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. هذا الجزء من الحديث الحمد لله كل شيء حافظه في صحيح مسلم من حديث ابي هريره. لكن هذا الوسيله، هذا العمل، الثمره الشخصيه هي اللي قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك غشيتهم الرحمه نزلت عليهم السكينه، ماشي كتستافد منه انت، حفتهم الملائكه كتستافد منها انت، وذكرهم الله في من عنده كتستافد منه انت. طيب المجتمع اشنو ليه؟ اش ربح معاك هذا المجتمع؟ المجتمع ربح معاك البديه ديال
الحديث، حيت هذا الطرف هذا اللي تيتقال غالبا كيتقطع بوحدو، اما الحديث البديه ديالو باديه بالثمره المجتمعيه لهذا الحديث. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر، من نفس عن اخيه، عفوا، من نفس عن اخيه كربه من كرب الدنيا، هذا هو التطوع، نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على معسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ زكريا. هذا يوم عظيم نفس. زيد طلع يا زكريا طلع. انا سوف اعرفكم محمديه. استاذ زكريا الشاب، استاذ التربيه الاسلاميه، استاذ باحث، استاذ الدكتوراه، صديق حبيب، لا تكبر بك نفس. لا حصلت الا اليوم، الحمد لله ضمنتم المبيت والعشاء. لا العشاء نقوم لما الخساره ضمناهم، دابا نقلبوا على الثانيه والفطور يجيب الله عز وجل. طيب اقدر اجينا بخوتنا وحبابنا عارفين اللي كاين. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. الله يكبر بك نفس. الذي كنت اقوله ان النبي عليه الصلاه والسلام فاش فتح لنا الحديث وهو يحدثنا عن الثمره. قال لك: من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. وجمع لنا هذا التفصيل ثم اجمل بعد تفصيل فقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اي نوع انواع ديال المعاونه قدرها، كل تطوع تقدروا ديروا الله كيعاونك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا، حتى هذا التطوع الواحد خصو يكون ضابطو ويتعلموا على الوجه الذي ينبغي، ماشي كل شيء كيمشي بالعلم. فقال لنا النبي عليه الصلاه والسلام من وراها: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. عاد جت من وراها الوسيله التي يمكن ان تعطي تلك الثمره، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا اللي كنتكلموا على ذاك التطوع المادي وكنتكلموا على التطوع المعنوي، هذان هما الشقان اللذان تقوم بهما الأمة. في حين غادي نجيو مثلا من أوائل الأعمال التطوعية اللي دازت في الإسلام، وكتصدم اللي كتشوف شكون هو اللي دارها. النبي عليه الصلاه والسلام بدا يدعو سيدنا ابو بكر الصديق، من بعد مشى سيدنا ابو بكر الصديق جاب النهار الاول 5، النهار الثاني جاب 9. 5 من دوك 9 اللي جابهم سيدنا ابو بكر الصديق هما من ال10 المبشرين بالجنه. شوف علمنا ابو بكر الصديق بالله عليكم بيني وبينكم، وزعما تصنت النبي عليه الصلاه والسلام قال لي واحد 14 خطبه بحال هذه المحاضره اللي كندير انا وتصنت انا باقي ما والو، راه يا الله نزلت اقرا باسم ربك الذي خلق. قال لي: تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لي: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. نقولوا صاحبه وعارفه مزيان والاخلاق ديالو حميده، كي قالت السيده خديجه: والله لا يخزيك الله ابدا. المهم قضيه معروفه في السيره النبويه، نقولوا ندوزوها بشريبه الماء، انه قبل المساله في نفسه، لكن ان يتحرك ليدعو الى هذا الدين وهو ليس عنده من هذا الدين الا 5 آيات، واليقين في صدق النبي عليه الصلاه والسلام. عن اي مستوى من التطوع نتحدث؟ هنا راه كتجي وتدخل الجمعيه وتتنخرط فيها وتبدا تحلل وما تبدا تنشر في الفيسبوك ديالك المنشورات ديال ديك الجمعيه، كتقول تنعرفهم تتاكدوا بعدا مزيان. انا كنخرطتيش باقي ما متاكد اسمح راه صار وجه قلنا معاهم بغيتي ولا كرهتي وراه البال وعندك وبشويه. هذا يلاه قالت لي مشى. من بعد بداو الصحابه يتجمعوا خصهم بلاصه بيت النبي عليه الصلاه والسلام، حيت شوف راه ملي صدع النبي عليه الصلاه والسلام بالدعوه بدات المعاداه والعداء بدا هذاك العداء غير حيت الدعوه كيقولوا بدا الشعبيه خرجوا لها فاس، قالوا صافي دابا نصدعوا بالدعوه فاصدع بما تؤمر. اما من قبل راه كانوا سابقين الاخبار انه النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى دين جديد بالنسبه لهم.
غير هما واش كانوا تيقولوا هادو ها واحد الرباطيين مجموعين مع بعضياتهم صافي خليهم مدوزين مع بعضياتهم حتى يمشيو. ملي شافوا القضيه بدات كتوسع هنا بدا الاشكال. اذا العداء راه كانوا لهم بالمرصاد قبل ما يصدعوا بالدعوه. فالبيت ديال النبي عليه الصلاه والسلام مراقب، ابو بكر الصديق مراقب، عمار بن ياسر مراقب. اذا اش غادي يديروا؟ هو يقترح عليهم الارقم بن ابي الارقم، قال لهم تجمعوا في البيت عندي، مكه كاينه في الوادي، في بطن الوادي، انا البيت ديالي في اسفل في سفح جبل الصفا، والسفح ديال جبل الصفا كان هو جهه الدوره، بلاصه ما فيهاش كثره الرواج. قريبا فاش كثره الرواج الناس ما غيقولوش راه شي واحد غيمشي عنده. السؤال اطرحه على الاخوه والاخوات الحاضرين، خلي اللي قاري السيره النبويه وفهم هذه المساله، انا اللي ما قاريهاش ولا تيهمني. ملي كتسمع الارقام ولا بالارقام جابهم عنده الدار وتحمل هذه المسؤوليه، راه كنقول لك راه اخطر اجتماع على وجه الارض في ذاك الوقت. يسيقوا لي الخضار يجيو يشعلوا فيهم العافيه داخل. في نظركم شحال كان السن ديال الارقام ولا بالارقام؟ في التصور ديالك شحال تعطيه مثلا؟ الا قلت لك اعطيني سن، شحال في نظرك السن ديالو يكون؟ هذا راه جامع الناس والصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام ومستعد يموت على القضيه. شحال عنده؟ 18 16. الروايات تختلف، لكن كيعطيو دائما المجال ما بين 12 سنه و 16 سنه. كاين اللي قال 17 سنه وكاين اللي قال 11 سنه. خذ معايا المجال، انا غادي نشرفو، خلي 12 سنه، انا غادي نشرفو ونمشي للروايه الكبيره، غادي نعطيك الروايه اللي هي قليله كاع 17 سنه. دابا طبعا نعود الفارق، انا غير كنحفز شي شويه، اما الحيثيات والظرفيه ذاك الوقت ماشي الحيثيات والظرفيه ديال هذا الوقت، لكن 17 سنه دابا اش تيدير؟ 18 عام 17 عام، هذا دخل بكري، صحاب 5 سنين باش يربح عام الى اخره. اما الباك كتاخذوا عندك 18 عام. الا مشيتي في الخط الحكومي خلي انسي فون لي بوتيت ماريونيت، قريتي في الماترنال ودخلوك على 5 سنين غتاخذوا 17. لا انا كندوي على الحفاره اللي بحالي قرايه في الحكومه 18 سنه، الحد الادنى 18 سنه. 17 سنه دابا كيقول لك قانونيا ما عندناش الحق في الزواج، ما عندناش الحق في الزواج بالبنت، تبقى قاصر، بقى دريه صغيره. إذا قانونيا تنفرض لها في مخها، تنخشي لها أنها قاصر وباقا ما تقدرش تحمل المسؤولية، غادي مازال غنعول عليها في التطوع وغادي تحمل المسؤولية ديال العمل التطوعي وتحرك وتمشي وتشوف على الأخوات وتخدم. اعتبر على الخطورة ديال الإعلام. فهل العمل التطوعي الأول في الحج كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر كان كيتسنى الفرصة اللي يجمعوا فيها الناس ويعرضوا عليهم الاسلام. افضل الموسم اللي غيجمعوا فيه الناس ويعرضوا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام هو موسم الحج. كيجمعوا فيه الناس ديال الجزيره العربيه كلها ويتسارع عليهم ويقول لهم: الا من يحملني الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. تجي السنه 11 كتجي السنه 10 تيجي واحد 6 ديال النفر من المدينه، ديك الساعه كانت سميتها يثرب، وتيتلاقى معهم النبي عليه الصلاه والسلام ويعرض عليهم الاسلام. المختصر باش ما ندخلوش في التفاصيل، قبلوا من عنده الاسلام ومشاو الحج وضربوا معاه الموعد العام اللي من بعد. العام اللي من بعد رجعوا جاوا في موسم الحج، جاوا تقريبا شي 12 واحد وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، بيعه العقبه الاولى الصغرى، كانوا كيسموها في السيره بيعه النساء حيت ما فيهاش البيعه على الجهاد. ملي صيفطهم شكون صيفطوا معاهم؟ صيفطوا معاهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا لقبه في السيره النبويه، ذاك صاحب رجال محور الرسول كان تيسميه اول سفير في الاسلام. فصيفطوا معاهم سيدنا مصعب بن عمير. العام اللي من بعد جاو شي كذا و80 واحد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من كذا و70 في الرجال وشي بركه في النساء. قال لك: لم يبقى بيت في المدينه الا اما دخله الاسلام
إما أسلم كل أهل البيت، إما على الأقل البيت سمع بالإسلام. علما أن مصعب بن عمير، علاش ضربت هذا المثال؟ كانوا تيسميوه فتى قريش المدلل، هذا هو المفشش ديال قريش. عرفتي كتسمع مثلا هذا راه مو كتجيب ليه غير الصباط مثلا اللي من البلاد الفلانيه كيضرب غير السلعه البرانيه، هو مصعب بن عمير.